وصلت اليوم وما ربحوني. السلام عليكم، مرحبا بكم فيديو جديد على قناتكم قناة أشكال. فيديو جديد، خبر جديد. هاد المرة الخبر على المسابقة اللي كندير أبو فلة، كندير ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي. واحد البنت اللي مغربية شاركت هي والزوج ديالها في هاد المسابقة وربحت ما يقارب 150 مليون مغربية، ولكن ما بغاوش يعطيوها لها. علاش؟ واش من اسباب؟ كلشي غنشوفوه في هاد الفيديو. هاد البنت المغربيه سميتها ايمان، ساكنه هي والزوج ديالها في الامارات. شاركت في المسابقه اللي داير ابو فله. القانون ديال هاد المسابقه هو اللي لقى الصندوق اللي خداه في شي بلاصه في الامارات كيربح واحد المبلغ كبير. المهم، هي من زهرها لقات الصندوق قريب من الدار ديالها وهي لقات هذاك الصندوق اللي ممكن تربح فيه 150 مليون مغربية. هي أكبر جائزة كاينة في هاد المسابقة. سبحان الله، كانت مسكينة فرحانة وتوصلت مع اللجنة ومشات لعندهم، لكن في الأخير كانت الصدمة. حيدوا لها الصندوق وربحوه لشخص آخر بحجة أن راجلها ربح البارح جائزة، لأنه حتى هو كان لقى واحد الصندوق اللي كانت القيمة ديالو 3 ديال المليون مغربية وفاز به. قالوا لها يعني انت ممنوع انك تشاركي بانكم من نفس العائلة، ولكن القانون ديال يعني البوند اللي مسينين عليه دوك اللي مشاركين في المسابقة انه نفس الشخص ممنوع انه يربح جوج ديال الجوائز. فكاتبين من نفس العائله. انا غادي نحط لكم واحد الصوره ديال هذيك الشروط ديال المسابقه. ودابا مسكينه هاد السيده دخلت في ازمه، كتقول علاش يعني احتاجت هذيك الفرحه 150 مليون، راه ماشي سهله، وفي الاخر يحيدوا ليها صعيبه. هي دابا خرجت كطلب هذيك الجائزه، علاش يحيدوها ليها؟ هنا غيكون سالا الفيديو ديالنا. ما تنساوش كيف العاده لايك، اول مره كيشوف القناه يدير ابوني باش يوصلك كل ما هو جديد. والى اللقاء. وطبيعه الحال الراي ديالكم في هاد الحاجه، هاد الشيء اللي داروا مع هاد المغربيه في هاد المسابقه، صراحه هذا ظلم، لان ما كاينش شي بنت اللي كيحيد ليها هاد الجائزه.